اي لا طبعا دائما المؤتمرات بالنسبه لنا كاستشاريين تضيف لنا المعلومات الكثيره من خلالها نقدر نتعرف على اخر التطورات في مجال الغده الدرقيه من تشخيص وعلاج وايضا جراحه. فمثل ما نعرف ان في الكثير من التطورات في هذا المجال. طبعا موضوعي او المحاضره اللي راح اقدمها اليوم يتعلق بجراحه الغده الدرقيه وكيفيه التقليل من المخاطر او المضاعفات الجراحه. طبعا المؤتمر اول شيء حسن التنظيم وحسن الاستقبال حقيقه من جميع الاطباء والعاملين في هذا الصرح الطبي، والحفاوه الكريمه والكرم وطيبه الاخلاق طبعا. طبعا هاي المؤتمرات تضيف الكثير اللي يعني تطور خاصه في مجال الغده الدرقيه، مثل ما نشوف طبعا في كوكبه من الاطباء حاضرين داخل القاعه من مختلف التخصصات اللي لها علاقه بالغده الدرقيه. فهذين لوحدهم لما يتقابلون مع طبعا الاطباء من خارج جمهوريه العراق، مثل ما نشوف طبعا كذا طبيب من استراليا، من موجود من الخليج طبعا، من الكويت، من البحرين، من عمان، من ايران. فلما يعني نقعد مع بعض دائما احنا نتشارك الخبرات، وهذا طبعا بالتالي يصب في مصلحه المريض، يحسن طريقه العلاج. طبعا يعني اقليم يعني اكثر من الروعه. انا حقيقه بس في الملاحظه انا من اهل الخليج، فاحنا قريبين عليكم، بس المشكله ما في احب ان يكون في تسويق للاقليم اكثر. فيعني دائما اهل الخليج يروحون لتركيا، شمال تركيا بالاخص، بينما هاي كل شيء موجود هنا عندكم. والناس طبعا ما شاء الله يعني طيبين، ويعني الحفاوه اللي شفناها. فان شاء الله مو مره واحده، بعد مرات زياده، المره القادمه اجيب اولادي وزوجتي معي. يعني أنا أتمنى أن هاي المؤتمر يستمر. طبعا مثل ما ذكر البروفيسور عبد الواحد، هاي هي اللبنة الأولى لعمل نفس التجمع لأطباء الميدل إيست في هالمجال. فهذا إن شاء الله مو أول مرة، راح إن شاء الله في المستقبل يكون أكثر وأكثر. ومن خلال هاي المؤتمرات نقدر نكون في توصيات حديثة في اللي هو تشخيص وعلاج أورام الغدة الدرقية. فأنا أتمنى طبعا أكون من هالفريق.